بص، في حاجة محدش بيقولها لك عن الغربة. مش الفلوس ولا الشغل ولا حتى النجاح. بعد سنين برا بتوصل لمرحلة غريبة جدا، انك تبقى مش مصري قوي ومش امريكاني قوي. وده طبعا على حسب البلد اللي انت فيها، فممكن تشيل كلمة امريكاني عادي. انا بقالي 15 سنة في امريكا، 15 سنة. اشتغلت، تعبت، عملت فلوس، شفت حاجات كتيرة جدا. بس في حاجة حصلت ما كانتش في الحسبان خالص. وانا هنا في امريكا كل حاجة ماشية، نظام، شغل، فلوس، حياة مستقرة، بس مش حاسس انها بتاعتي. كأنك عايش حياة بس مش حاسس بالانتماء الكامل ليها. ولما برجع مصر بحس اني غريب شوية، مع ان دي بلدي والناس نفس الناس وعندي صحابي اللي بيحبوني بحبهم وكل حاجة، بس انا مش نفس الشخص. تفكيري اتغير، طريقتي اتغيرت، حتى الحاجات اللي كنت بفرح بيها اتغيرت شوية. يعني بقيت بحب الهدوء اكتر وبحب النظام اكتر والحاجات دي كلها، مع اني مش كل حاجة هنا حاببها. واوقات بحس اني مش عارف اندمج زي الاول لما بنزل مصر. واصعب احساس انك تبقى واقف في النص، محشور يعني. لا عارف ترجع زي الاول ولا عارف تبقى واحد منهم. انا فاكر مرة كنت في نص السنين دي كده هنا في امريكا، وصلت لمرحلة غريبة جدا. كنت بتكلم انجليزي بس مش متقنه، وفي نفس الوقت العربي بتاعي بدأ يضعف. وكأني مش عارف اعبر عن نفسي لا باللغة دي ولا باللغة دي. وقتها حسيت فعلا لأول مرة اني مش تابع لأي مكان، وكانت برضو أول مرة أحس بيها إن أنا مش عارف أعبر عن نفسي. يعني دي كانت حاجة صعبة جدا بالنسبة لي، مش عارف أنا مين ولا أنتمي لفين. والمرحلة دي حصلت لي وأنا تقريبا عندي نقول 15 سنة مثلا ولا حاجة، يعني كنت لسه صغير فمش فاهم. وأعتقد الناس كتيرة مرت بكده، بس محدش بيتكلم عن الموضوع دوت، عشان كله فاكر ان من اصعب الحاجات في السفر، وهي ده حقيقي، انك تعمل فلوس، انك تنجح، انك تتكلم اللغة. بس هو الموضوع مختلف شوية. الثمن اللي انت بتدفعه هنا انك تفقد احساس انك تابع لمكان. يعني ما بتكونش زيهم وما بتكونش ناسي انت منين. في لحظات كتيرة فاتتك، في ناس كتيرة كبرت وانت بعيد. في حاجات كتير كان المفروض تعيشها، في ذكريات فاتتك كتير، بس الحياة كملت عادي من غيرك. بس يمكن الموضوع مش سلبي زي ما انا بوصفه. يعني يمكن انك ما بقيتش نص هنا ونص هناك. انت بقيت حاجة تالتة اصلا، فاهم الاتنين وشايف الاتنين وعارف حاجة في النص. يعني انت بقيت شخص تالت، انك تشوف الصورة بشكل اوضح من اي حد عايش في مكان واحد بس. يعني انت طلعت برا الاتنين وشايف الاتنين من برا. بس الحقيقة لازم تتقال ان الغربة مش بس سفر ولا فلوس ولا نجاح. الغربة بتغيرك، ولو محدش قالك قبل كده انا بقولك دلوقتي، خلي بالك، انت هتبقى شخص تاني خالص. والسؤال مش هتنجح لو سافرت او هتعمل فلوس او هتتغنى ولا لا، مش ده السؤال خالص. السؤال هتعرف تبقى مرتاح مع الشخص الجديد ده ولا لا، اللي هو الشخص التالت. ودي حاجة للأسف يعني انا لسه ملقتلهاش كده. شكرا.